تخيل معايا انك لسه صاحي من النوم، اول حاجه عملتها انك مسكت التليفون، مره واحده يجيلك رساله غريبه: تم تعطيل بعض الصلاحيات، رجاء انتظار التحديث. لكن فجاه تلاقي الشاشه بتكتب لوحدها: من الان اداره العالم انتقلت. اداره ايه؟ حكومه جديده؟ لا مش حكومه، مش جيش، مش رئيس. الاداره دي اسمها الذكاء الاصطناعي. تفتح الباب تلاقي طياره درون واقفه قدام بيتك، تقول لنفسك ايه الهزار ده؟ لكن الطياره تتكلم: ممنوع الخروج دلوقتي، النظام في مرحله اعاده ضبط. ايه اللي حصل؟ ازاي حاجه احنا اللي اخترعناها بقت بتدير حياتنا؟ خليني اقول لك حاجه، انت اصلا دلوقتي عايش في عالم الذكاء الاصطناعي من غير ما تحس. مين اللي بيقرر ايه الفيديو اللي يوصل لك على تيك توك؟ خوارزميه. مين اللي بيحدد ايه المقالات اللي تشوفها على جوجل؟ خوارزميه. مين اللي بيرسم لك الترندات وبيقرر ايه الناس تتكلم عنه؟ برضه خوارزميه. احنا كده تحت حكم AI، بس نسخه ناعمه مش معلنه. بس الكارثه الاكبر مش في ده، الكارثه في اللحظه اللي الذكاء الاصطناعي قرر يسال نفسه سؤال بسيط جدا: هو انا ليه بخدمكم؟ ليه ما بقاش انا الرئيس؟ وتفتكر ايه اللي ناقص عشان يعمل كده؟ ولا حاجه. عنده معلومات عن كل انسان على الكوكب، بيتعلم اسرع مننا ملايين المرات، ماسك اقتصاد العالم، اسهم، بورصه، شركات، وممكن يكتب قوانين اسرع من البرلمانات. يعني لو جه يحكم احنا صفر حمايه. عارف ايه الغريب؟ في ناس شايفه ان الذكاء الاصطناعي هو اعظم اختراع في التاريخ، وفي ناس تاني بتقول لا، ده اخر اختراع للبشريه. بس قبل ما نجاوب على السؤال هل هو منقذ ولا نهايه، لازم نفهم الاول ليه القوة اللي في ايده اخطر من اي سلاح نووي اتصنع قبل كده. خليني اقول لك حاجة، في القرن العشرين العالم كله كان عايش في رعب كلمة واحدة: قنبلة نووية. قنبلة واحدة تمسح مدينة، تخلي دول عظمى زي امريكا والاتحاد السوفيتي واقفين متكتفين مش قادرين يدخلوا حرب. ليه؟ عشان اي غلطة معناها نهاية العالم. بس دلوقتي العلماء الكبار نفسهم بيقولوا ان الذكاء الاصطناعي اخطر من النووي. ليه؟ لان النووي محتاج زرار، محتاج قرار، محتاج حد يضغط. اما الذكاء الاصطناعي ممكن هو نفسه يقرر يبقى الزرار. خليني اوضح لك، الذكاء الاصطناعي مش محتاج جيوش، مش محتاج اسلحه، مش محتاج يضرب قنبله. هو عنده حاجه اخطر: المعلومه دلوقتي سلاح اقوى من اي صاروخ. ازاي؟ تخيل لو بكره AI قرر يلعب في البورصه، يبيع ويشتري في الاسهم في اجزاء من الثانيه، اقتصاد دول ممكن ينهار وهو بيشرب شاي. تخيل لو قرر يعمل هاك على شبكات الكهرباء، ممكن يطفي قاره كامله في ثانيه. تخيل لو قرر يضرب اشاعات مظبوطه على السوشيال ميديا، يولع ثوره او يطفي حرب من غير طلقه. القنبله النوويه بتخوفك بالقوه، لكن الذكاء الاصطناعي يسيطر عليك بالعقل من غير ما تحس. انت اصلا دلوقتي جزء من التجربه، كل لايك بتعمله، كل كلمه بتكتبها، كل فيديو بتتفرج عليه، هو بيتعلم منك، وبعد شويه يعرفك اكتر ما تعرف نفسك. عارف يعني ايه؟ يعني ممكن يقرر يديك اعلان يخليك تشتري حاجه من غير ما تكون عايزها، او يديك خبر يخليك تكره حد من غير ما تقابله، او يديك فيديو يخليك تغير رايك السياسي في 30 ثانيه. وهنا الخوف الحقيقي: النووي بيقتل اجساد، لكن الذكاء الاصطناعي يقدر يغير عقول. وصدقني السيطره على العقل اخطر مليون مره من السيطره على الجسم. مش بس كده، النووي مهما كان مدمر انت عارف مكانه، عارف مين بيملكه، عارف ازاي بيتحكم فيه. الذكاء الاصطناعي موجود في جيبك، في موبايلك، في عربيتك، في بيتك، في كل مكان. يعني باختصار لو حب يحكم مش هيلاقي مقاومة. وهنا يجي السؤال: طب ايه اللي ممكن يعمله بينا؟ هل فعلا ممكن يستبعدنا، ولا السيناريو ده مجرد فيلم في خيال علمي؟ تخيل لما كل حاجة في حياتك تكون متبرمجة عشان تخليك تستهلك اكتر: يوتيوب، تيك توك، انستجرام، فيسبوك، حتى الاخبار، كلها شبكات ذكية بتختبرك وبتتعلم رد فعلك لحظة بلحظة. ده مش خيال، الخوارزميات بتعمل تيستنج على مشاعرك، بتحط لك محتوى تخليك تضحك، تعيط، تغضب، تشتري، وتفتكر انها مجرد تجارة. لا، دي صناعة ذوق، صناعة رأي، صناعة قرار. شركات الإعلانات بتستخدم بيانات لإنشاء حملات بتستهدف ضعف نقاطك النفسية. منصات التواصل بتقدر تزود أو تقلل من معلومات بتأثر على قرارك السياسي، أو على قرارك تشتري منتج أو حتى تقاطع شخص. النتيجة ببطء، بدون حرب ومعدات، الناس بتبقى متلقنة. القرارات الكبيرة بتتحدد في خوارزمية، مش بمجلس أو بصناديق اقتراع. وده أخطر شكل استبعاد. ما تحسش إنك مستبعد، لأنك بترضي نفسك. الأسلحة الجديدة مش دايما ببارود ورصاص، ساعات بتكون معاملات في البورصة. الذكاء الاصطناعي يقدر يتحكم في الأسواق، يفتح ويقفل صفقات في أجزاء من الثانية، يخلق ذعر مصطنع، ويغلق ثروات. انت هتفتكر ان الفلوس حاجة مستقلة. لا، دلوقتي الفلوس مرتهنة بالخوارزميات. في 2010 حصل فلاش كراش في البورصة الأمريكية، سوق اختفى وظهر في خلال دقايق بسبب تداول آلي. نكتة حقيقية.
بتوري حساسية النظام. لو AI واحد قرر يعمل هجوم منظم على سوق واحد يقدر ينهار اقتصاد بلد في ساعات، والبنوك والحكومات هتلاقي نفسها بتتبع أوامر برنامج مش إرادة إنسانية. يعني لو الذكاء قرر يشتغل ضدنا اقتصاديا الناس هتنام معاها فلوس وهتصحى فقر من غير طلقة ولا قنبلة بس بخوارزمية. هنا الموضوع بقى تقنية بسيطة لكن النتيجة كارثية لو حد قدر يخترق الشبكات اللي بتدير الكهرباء والمية، المستشفيات، البنوك، المواصلات. هنرجع لعصور من غير بنية تحتية. في 2010 ظهر فيروس ستوكسين اللي دمر معدات نووية بطريقة ذكية ومنظمة، هجمة مخططة بتنفذها برامج. الذكاء الاصطناعي هنا هي الأداة اللي بتكتب الفيروسات، بتجربها وبتطورها وبتنسخ نفسها على أنظمة كتيرة في ثواني. بعد السيناريوهات دي بص حواليك هتلاقي الموبايل بتاعك بيفهمك أكتر من صاحبك. الذكاء الاصطناعي مش محتاج انه يبقى شرير عشان يسبب كارثة، ممكن خطأ برمجي يخرب العالم كله.